الموضوع اتحسم خلاص، فينيسيوس الافضل في العالم. بس سيبك بقى من الكلام ده كله. هو كهربا فعلا سبب خسارة الاهلي؟ اهلا بيكم في ملخص اسبوع جديد. الاهلي وضياع الحلم الكبير للمرة الثالثة او الرابعة على التوالي. ما بقتش اعد من حسرة قلبي، ما بقتش اعد من كتر حزني، ما بقتش اعد من مفيش سيناريو اقصى من السيناريو اللي انا عشته في اخر ماتش بتاع باتشوكا ده. عارف يعني إيه؟ انت بعد 3 ضربات جزاء انت بتعيط وبتفرح ورايح النهائي وهلاعب ريال مدريد وانا بطل العالم وانا بطل كل القارات، وفي الاخر بيجي كهربا اللي من ساعة دخوله الاهلي وفي مشاكل كتير. كهربا اللي عمل مشكلة مع فايلر، عمل مشكلة مع موسيماني، عمل مشاكل مع كولر، عمل مشاكل مع كل المدربين. كهربا اللي خرج اعارة ورجع وكولر هو اللي رجعه. كهربا اللي جاب غرامة للاهلي والاهلي ما كانش ليه فيها. كهربا اللي عامل مشاكل في اوضه اللبس. كهربا اللي توقع عليه غرامه 1,000,000 جنيه بسبب خناقته مع الشناوي. كهربا اللي لعب 6 شهور في 5 سنين بالظبط، 6 شهور في 5 سنين، انت متخيل الرقم؟ كهربا اللي كان مستهتر وهو بيروح وهو رايح انفراد في الاشواط الاضافيه. كهربا اللي كان داخل يشوط ضربه الجزاء برعونه. كهربا اللي ما فكرش في مره من المرات ان هو يطور من نفسه فنيا. كهربا اللي ما جابش يعني مطور اداء ومعد بدني عشان يطور من نفسه فني. كهربا اللي دايما مثير للجدل. كهربا اللي هتحط بلاك ليست عند جمهور الاهلي. وسلام كهربا. سيبك من الغرامات، يلا نتكلم بس على الاهلي. تعالى عشان انا دمي محروق. انا بقى سالتك سؤال في اول حلقه، قلت لك هو كهربا سبب خساره الاهلي؟ فانا تعالى اقول لك سبب خساره الاهلي ايه بجانب كهربا. يعني حط كهربا ده على جنب. اولا انت رايح بطوله كاس عالم انديه ورايح تلعب انتر كونتيننتال، وعندك بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الدوري الافريقي وكاس وسوبر افريقي وكاس مصر. حلو الكلام. فانت المفروض تلبي طلبات المدرب، وسيبك بقى من طلبات المدرب. انت كاداره انت المفروض مشيت عبد المنعم، مشيت محمد شريف، مشيت حمدي فتحي، مشيت ديانج، مشيت عبد القادر. 5 لعيبه قادرين يصنعوا لك الفارق في اي حدث. وهجيب لك دليل صغير. لما انت كنت بتلعب في كاس العالم الانديه قدام فرق برازيليه واحمد عبد القادر ماسكهم غسلهم يمين وشمال وكره بالهيد وجايب جونين، فانت فقدت احمد عبد القادر، اللعيب الوحيد اللي عندك اللي كان بيروح 1 على 1 ويرقص ويكسر الدنيا. محمد شريف حصل دروب في مستواه بس ما كانش فيه غنى عنه. محمد عبد المنعم قائد خط الدفاع بتاعك. من الاخر كده انت فقدت كل دول، عوضتهم بمين؟ فانت المفروض كنت يعني تعمل سكواد محترم وتعمل عمق سكواد يخليك ان انت تروح في البطولات دي يبقى معاك دكه قد زي اللعيبه اللي بتلعب في الملعب. لكن انت الدكه بتاعتك مين؟ رودو سليم وبيرسي تاو اللي المدرب وقعهم. نيجي بقى للمدرب. المدرب عندي بطريقه انا ما شفتهاش في حد. طب احنا ما عندناش الصفقات اللي انت طلبتها. طب المفروض نعمل ايه؟ انا هجيب لك طيب صفقات تاني. لا، هجيبهم وقعدهم دكه موته. عمر الساعي موته. رضا سليم كان احسن لعيب في الدوري المغربي ومكسر الدنيا ومطلوب في كل حته ومطلوب من انديه الخليج، انت موته. بيرسي تاو لعبته 6 شهور. هجيب لك مين تاني يا باشا؟ انت ما فيش لعيب جاي لك وصفقه مفروض الجماهير منتظره منها غير وانت قعدتها وركنتها. فليه بتعمل كده؟ فنيات ما عندكش، جرأة ما عندكش. انت كنت تقدر في ماتش باتشوكا ده تلعب بقفشه وتلعب بامام عاشور الاثنين وتروح، لكن انت قررت تعمل ايه؟ قررت ان انت تدافع طول الماتش. الجبن اللي فيك فنيا يا مستر كولر هو اللي ودينا لكده. فرقه اصلا جايه مهزوزه وجايه مهلوكه بدنيا، كانت لسه بتلعب من 3 ايام. فرقه المركز ال 16 في الدوري المكسيكي وانت اصلا بتدافع قدامها. فصباح الفل، صباح الفل اللي انت بتعمله ده. فهل كهربا بس لوحده؟ لا، كل الحاجات دي. هكلمك بقى عن لعبه جوه الماتش والفنيات بتاعته جوه الماتش. انا المفروض وسام ابو علي ده هو رقم 1 عندي. مين البديل بتاعه؟ ما جبتلوش بديل ولا افريقي ولا محلي. هم عرضوا عليك المحليين وانت ما رضيتش، وهم ما قدروش يجيبوا لك المهاجم الافريقي. حلو الكلام. تروح تطلعه من الدقيقه 70، هو بقاله كتير ما بيلعبش، تمام، وتنزل مكانه كهربا باي منطق. طب لو كنت عايز تعدل الملعب كنت حط طاهر محمد طاهر هو اللي مهاجم، وحط بيرسي تاو اللي كان عامل ماتش خرافي هو اللي يبقى وينج. جميل الكلام. تعالى معايا في حته حسين الشحات. مين اللاعب الوحيد اللي بنقول بيعرف يروح 1 على 1 عندك؟ حسين الشحات. مين اللاعب اللي بيعرف يشيل الكوره؟ حسين الشحات. طب مين اللاعب اللي يقدر يخش مهاجم تاني ويشوط من بره؟ حسين الشحات. ورحت خدته من الملعب. طب نزلت بقى مين مكانه؟ نزلت قفشه وتلعب بقفشه في نص الملعب وامام عاشور جناح؟ ازاي؟ طب قول لي ازاي؟ انت ما عندكش قرايه للماتش.
ده اللعيب اللي هو الباك رايت بتاع باتشوكا الاقرع ده اللي كان بيلعب على امام عاشور وكان بيلعب على حسين الشحات بطيء، يعني انا المفروض انزل له رضا سليم سريع يطير زي الصاروخ. انت ما عندكش ريال ماتش في ده كله. طب انا دلوقتي عايز العب كور يعني ايه، انا بمعنى اصح انا عايز اعمل تحولات. مين اللاعب اللي يقدر يعمل له تحولات وبرده في الاندفاعات البدنيه هيكون كويس؟ احمد نبيل كوكا، ركنته بره على الدكه. طب عمرو السوليه ما نزلتوش بدري ليه؟ فضلت تهلك في اللعيبه لحد ما اللعيبه جابت اخرها. طول الماتش ايه بتدافع والفرقه قدامك اصلا ما بتهاجمش. ففنياتك بتقول ان انت مدرب واقف على الخط مش بتفكر، لان انت لو كنت بتفكر ما كنتش عملت الاداء ده قدام فرقه زي دي. اتفرج ريال مدريد عملت فيها ايه، ده شملتها باقل مجهود، والفريق البرازيلي اصلا جاي مهلوك من بطوله فيها دشمله. فانت المفروض اصلا كنت تقرا الماتش فني، رايح 120 دقيقه ويوم ما تعمل فرص بتضيع الفرص دي. يعني مفيش منطق فني يقول ان انت هتكمل يا مستر كولر معانا لحد كاس العالم للانديه. سيبك بقى من الفنيات بتاع كولر، تعالى بقى لاداره الاهلي. صفقاته ما قدرتش تلبي، حلو الكلام يا عم ما عنديش مشكله، لكن اداره الاهلي معروفه اسس قيم مبادئ اخلاق. لكن اداره الاهلي ان هي تجيب لعيبه تخش اوضه اللبس تبوظ اوضه اللبس وتعمل مشاكل جوه اوضه اللبس، وان هي تجيب لعيبه مش عارفه قيمه التيشيرت، مش عارفه قيمه النادي، مش عارفه قيمه ان هي رايحه لابعد نقطه في بطوله عالميه زي دي ومستهتره. لا ده انت كده بقى يا كابتن يا محمود يا خطيب لازم تقف عند الحته دي مع المدير الرياضي وتبتدي تصفصف اللعيبه دي في يناير، وتبتدي تجيب لعيبه في يناير وصفقات في يناير تلبي احتياجات المدرب واحتياجات البطوله العالميه دي، مش احتياجات المدرب. لو انت عايز تبني صح فانت بتجيب مدير رياضي يمسك لك من اول قطاع الناشئين، يعرف المتطلبات بتاعته، يعرف هو عايز ايه، يحط تارجت، وبعد التارجت ده يجيب لعيبه بناء على التارجت ده ويأسس قطاع الناشئين. لو اللعيبه دي ما لبتش الصفقات دي ما لبتش المتطلبات بتاعته يبقى اللعيبه دي طالعه زي ما صن داونز عامله. صن داونز بتلعب كوره، لو جبت اصغر لعيب عنده 15 سنه في الاكاديميه يطلع يلعب كوره زيه زي اي لعيب في الفريق الكبير. فهل انت عندك ده؟ انت ما عندكش كل ده، مستني بعد ده كله عايز تروح تلعب ريال مدريد؟ لا يا باشا، انت عمرك ما كنت هتلعب ريال مدريد، لان كل ده بيتبني وبناء على البنى ده بتشوف النتائج بتاعته. فهل انت بنيت؟ ما بنيتش. طب هل انت حافظت على السكواد بتاعك؟ لا ما حافظتش. فانا ولا اجيب اللوم ولا على كهربا ولا على المدرب ولا على الاداره، لان كل ده مجتمع في خساره الاهلي امام باتشوكا. نروح بقى على الكونفدراليه ونادي الزمالك. انا احب احيي الكابتن حسين لبيب لانه قفل ملف المدرب على طول، ما استناش بقى ان هو يخش في دوامه ويلعب ماتش المصري ويستنى ماتش العوده بتاع المصري وبعدين يخش بقى في قصه اصل ما فيش مدرب طب ما فيش اسلوب لعب. راح جاب العراب جروس اللي هو رجع الزمالك على طريق البطولات الافريقيه مره تاني. جروس عنده اسس في التدريب خرافيه، جروس عراب بمعنى الكلمه. جروس من كتر حبه في الزمالك في اول ماتش حضره في المقصوره والزمالك بيلعب المصري كان فرحان لما جه الجون، وجروس مبسوط، وجروس اكنه يعني مولود في الثالثه يمين. فجروس عارف قيمه نادي الزمالك. نخش بقى على الماتش بين الزمالك والمصري. الزمالك عارف ياخد الثلاث نقط، 3 نقط في بطوله افريقيه يعني معنى كبير جدا غير 3 نقط في الدوري. قدر ياخد ال3 نقط وقدر يتصدر المجموعه بتاعته، وزيزو قدر يرجع لمعدل التهديف بتاعه تاني وقدر يستعيد شويه من مستواه غير الجون العالمي اللي جابه، قطه بالشمال وحط في اليمين. وزيزو فعليا اللي حصل معاه في جوائز الكاف دي هتأثر عليه نفسيا. ادام بقى انا جيت لك لزيزو يبقى هنتقل من الزمالك لجوائز الكاف. جوائز الكاف بتقول ان احسن لاعب خدها ويليامز بتاع صن داونز الحارس، واحسن حارس خدها ويليامز. على فكره ده مش كوميك، ده حقيقه ودي حصلت. زيزو، تعالى بقى هقول لك على يعني ايه المقارنه بين الثلاث لعيبه اللي كانوا مترشحين، حسين الشحات، زيزو، ويليامز. هنتكلم على الشحات اول واحد. الشحات لعب 18 ماتش في البطولات الافريقيه، قدر يجيب 9 تجوان، قدر يعمل 9 اسيستات، خد بطوله دوري ابطال افريقيا، خد بطوله الانتر كونتيننتال بتاعه الاهلي والعين، تمام، اللي هي كاس ال3 قارات، تمام، وخد الدوري وخد الكاس وخد السوبر المصري، 5 بطولات. اجي لك بقى لزيزو. زيزو شارك ب 20 جول، جاب 9 تجوان وعمل 11 اسيست، جاب السوبر الافريقي وجاب الكونفدراليه. ده بالنسبه لزيزو وحسين الشحات. ويليامز بقى عمل ايه؟ خد اللي هو الدوري الافريقي سنه 2023 والمفروض البطوله دي ما بتتحسبش غير من اول يناير، وخد الدوري الجنوب افريقي مع سان داونز. باي منطق يقول لك ان ده ياخد
احسن حارس واحسن لاعب. انا يعني جيت لك كده لاحسن لاعب، اجي لك بقى لاحسن حارس، اجي لك بقى لمصطفى شوبير. تعال نتكلم بقى عن مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عمل 9 كلين شيت في دوري ابطال افريقيا وما دخلش فيه ولا جون. مصطفى شوبير اتشاط على الجون بتاعه 29 تسديده، صد ال 29 تسديده، وخد بطوله دوري ابطال افريقيا، وخد الدوري، وخد الكاس، وخد مع الاهلي بطوله الثلاث قارات، وخد السوبر المصري. وفي الاخر، وعلى فكره شارك في كل البطولات دي ما عدا بطوله الثلاث قارات دي، وفي الاخر تقول لي ان شوبير ما ياخدش احسن حارس في افريقيا؟ باي منطق وباي عقل. بس العيب على المدرب بتاع الاهلي ان ما ادولوش 50% من الماتشات وخلى الايمج بتاعته عاليه، ودي حمله تسويقيه كبيره جدا المفروض يعملوها للاعب عشان اللاعب يبقى منتج، والمنتج ده يربح لقدام. فكل ده اصلا قايم عن اللعيب ياخد الجائزه دي. لكن احنا كده كده عارفين ان الجائزه دي بتتوزع ازاي، وهي تورته واتقسمت، ولازم اللعيب جنوب افريقيا يبقى مشارك في الجائزه. وصباح الفل ومساء الخير، كده انت عرفت الجائزه بتتقسم ازاي. نخش بقى على البريمير ليج، وهبتدي لك بأموريم اللي هو مسك جوارديولا اداله علقه كوره، ومن الاخر كده أموريم للادب والاخلاق والتهذيب الكروي داخل الملعب. في مدار شهر كسبك ماتشين يا مستر جوارديولا، في مدار شهر كسبك ب4 مدافعين، وفي مدار شهر كسبك ب3 مدافعين، وكسبك بسبورتنج لشبونه، وكسبك بمانشستر يونايتد. قدر أموريم يعلم جوارديولا يعني ايه تكتيك في مدار شهر. يعلم جوارديولا، انا اسف معلش، يعلمه في مدار الشهر ده. جوارديولا اللي بيخسر 9 ماتشات وبيكسب ماتش وبيتعادل ماتش في اخر 11 ماتش. ايه يا عم جوارديولا، دي تاهت منك على الاخر. كل المعطيات في اول ماتش تقول لك ان مانشستر يونايتد هي اللي هتخسر. ماونت بيتصفى اول ربع ساعه بينزل بكوبي ماينو وبيلعب ب 3-4-3، لكن قال له تعالى انا هحط لك مزراوي وهحط لك دالوت، وقت ما الهجمه هتبتدي تطلع ففي واحد هيأمن وواحد هيروح. طب وقت ما لو انت بتهاجم، انا عارف ان انت عندك غلان، هوقف لك 5: ماجواير وديليخت ومارتينيز اللي بيلعب الكور القطريه، وديليخت اللي بيلعب برجله كويس بيقدر يلعب كور طوليه مظبوطه، وماجواير اللي طويل وبيقدر يغطي ويبقى ليبرو تمام، ومزراوي اللي دايما قافل حته اليمين عشان ولا جريليتش ولا دوكو يقدروا يروح عليه. دوكو ما قدرش يعديه في ولا كوره، 0 مراوغات قدام مزراوي. مزراوي فعلا من احسن 3 باكات في العالم السنه دي. ودالوت اللي فضل واقف على قد امكانياته وعلى قد عدله رجليه سد. تعالى بقى حط بقى اللي انت بقت ايه، حط على ده كله ان انت بتلعب ببرونو فرنانديز اللي يجيب الضغط، اللي يجيب الشلل، وجاب الشلل لمشجعين مانشستر يونايتد. بيضيع انفراد بطريقه عجيبه، بطريقه فعلا يعني انا مش عارف اقول لك انت بتضيع انفراد وانت رايح تتعادل. لكن هوب راح قال له بص بقى تعالى لي بقى يا جوارديولا، انت عمال تضغط 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 وجذبان لحد الدقيقه كام؟ لحد الدقيقه 81، وعمال تجيب لي منز يمين وتودي لي ده شمال. راح قال له لا 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 تعالى بقى، انا بحركه واحده هقدر اهدي لك ده كله. راح جاب اماد ديالو من ناحيه اليمين كده وراح منزله عمق الملعب. اماد ديالو هو اللي بقى بيضغط، لعيب صغير بيعرف يعمل ضغط، بيعرف يضغط على المدافعين، وفعلا ضغط في اول واحده وقدر ياخد بيلين من نونينز. راح في الجون الثاني برضه عماد ديالو في التحول راح وجاب وضغط وراح حط الجون الثاني، وراح مشمس ادرسون وراح حط الجون بكل سهوله، والماتش انتهى في 9 دقائق. في 9 دقائق بالظبط أموريم ادى درس تكتيكي لجوارديولا وقال له روح راجع نفسك يا حبيبي وابقى تعالى مره تاني وانا مستنيك في الدور التاني. ننقل بقى ليفربول وفولهام. الدوري عايز ليفربول، ولكن للاسف ليفربول مش عايز الدوري. زي ما قلت لك في الحلقات اللي فاتت ان ليفربول عندها 3 ماتشات فعليا دشمله: ايفرتون وده اتاجل، نيوكاسل اتعادلوا فيه 3-3، وفولهام. جمال فولهام وحلاوه فولهام بقى، فولهام احسن فريق بيلعب تحولات بطول الملعب، مفيش فريق بيقدر يوقفه. حط بقى على ده كله ايوبي اللي بيروح من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين زي السهم، يخش اندريس بيريرا جايب بكسر الملعب كده وتلاقيه مهاجم تاني. حط بقى على ده كله مارتينيز المهاجم المكسيكي، المهاجم ده سفاح سفاح، بص مؤذي لاي فريق، مؤذي لاي فريق بيلعب دفاع متقدم. انت هتلعبه دفاع متقدم هو هيروح زي السهم وهيحط فيك اجوان من كل حته تمام. فاصلا فولهام فريق رخم. لكن عم روبرتسون ده اللي انت بتعمله في اول ماتش، راح تطرد لي في اول ماتش وتلعب طول الماتش ناقص واحد. ولكن فرقه ليفربول عشان معاهم مدرب محترم اسمه ايرن سلوت لعب على قد الامكانيات، وبناء على قد الامكانيات دي قدر يتعادل. لكن انا بص عايز اقول لك حاجه، محمد صلاح ده السنه دي عامل زي ميسي. هتقول لي ايه مفيش حد عامل زي ميسي؟ اقول لك لا، اتفرج على اسيستات ميسي واتفرج على اسيستات محمد صلاح الموسم ده. محمد صلاح السنه دي بيعمل اسيستات وهو مش شايف اللعيبه اصلا، فده برضه قايم مع المدرب. ولكن التكنيك بتاع صلاح في شيل الكرة من على الارض وان هو يوصلها للمكان
بتاع اللاعب بتاعه موجود فيه، فده تكنيك اصلا هو متدرب عليه كتير قوي. فصلاح بيقدر ان هو يوصل ليفربول يجيب لهم نقطه، تمام، هو وجوتا وجاكبو واللعيبه دي كلها قدام خط الدفاع اللي كان كارثه الصراحه في ماتش فولهام ده بالذات. وبيقدر يشيل خط الدفاع ويحط ده كله. ولكن انا هرجع واقول لك، طول ما ليفربول مش هتجدد لصلاح، مش هتجدد لفان دايك، مش هتجدد لارنولد، فهي في خلل هيحصل في الدور الثاني. ولكن الاقرب ان هم يجددوا لصلاح موسمين. قول لي بقى، ليفربول هتقدر الماتش الجاي تستعيد نغمة الانتصارات مرة تاني وتكسب وتاخد 3 نقط، ولا هتفضل تنقط وتشيلسي هتجيبها؟ ده اللي انا مستنيه منك في الكومنتات. نيجي بقى الماتش تشيلسي وبرينتفورد. اجي لك بقى لحلويات ماريسكا وجمال ماريسكا. اول حاجه ماريسكا عمل تصريح مهم جدا لما سالوه انت تقدر تكسب الدوري الانجليزي، قال لهم انا فريقي ممكن ما يكسبش الدوري الانجليزي وده الطبيعي وانا مش مؤهل ان انا اكسب الدوري الانجليزي. انت عارف كده هو عمل ايه؟ هو شال الضغوطات من على الفريق بتاعه، من على اللعيبه قدام الاعلام وقدام الجمهور، ولكن في نفس الوقت هو في اوضه اللبس قافل عليهم الاوضه بيديهم دفعه. الدفعه دي بقى بتقول لك ايه؟ يا جماعه انا هلعب على قد الامكانيات اللي عندي والعب على قد اللعيبه اللي معايا. طيب اللعيبه اللي معاك دي بتقول ايه؟ اللعيبه اللي معايا دي بتقول انا مش هقدر انفذ خطط زي بتاع جوارديولا وشيل لعيبه من هنا وحط وتحولات من هنا لهنا. انا هلعب صريح 4 2 3 1. طب هتلعب ازاي؟ قال لك انا اهم 2 لعيبه عندي في الفرقه، تمام، اللي قادرين يوازنوا بين خط الدفاع وخط الهجوم هو انزو فرنانديز وكاسادو. انزو فرنانديز اللي بيبتدي ياخد الكرة من كاسادو بعد ما بيعمل قطع للكور، وده الجون الثاني اللي جه في ماتش برنتفورد. كاسادو بيقطع الكرة يبصها لانزو فرنانديز، انزو فرنانديز بالكرة عالمي يقدر ينقل الكرة لقدام يحطها لجاكسون. انها هيجي لك الارقام بتاعته اللي عملها مع ماريسكا، بيحطه هو يعني في 1 على 1 وهو يقدر يروح بسرعته وقوته الجسمانيه ويشوط الكرة ويحط جول. فده الطريقه بتاعت تشيلسي. ليه؟ لان هو محتاج لسه شويه لعيبه هيجيبهم سواء في يناير او يجيبهم في وقت تاني، فهو بيوزن دلوقتي الخطه بناء على اللي معاه، فدي تتحسب لماريسكا. تعالى بقى نشوف ماريسكا عمل ايه مع جاكسون. جاكسون من اكتر اللعيبه اللي بتضيع اجوان واكتر اللعيبه اللي عامله فرص مهدره. هو مضيع 8 اجوان لكن قدامهم جايب 9 اجوان وعامل 3 اسيستات، فده رقم محتوى يعني محترم قوي 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 لجاكسون بالنسبه للارقام بتاعته اللي فاتت. ولكن تيجي بقى اللعيب زي سانشو. سانشو البيك بتاعه في بروسيا دورتموند، فلما راح مانشستر موتوه، رجع لبروسيا تاني عمل بيك تاني، فلما رجع لمانشستر لقى نفسه مش هيلعب. ماريسكا قال له لا تعالى انا هلمعك وهوريك انا هعمل ايه بيك. 3 اسيستات وجونين في عدد الدقائق اللي لعبهم، ده رقم محترم ما كانش بيعمله مع مانشستر في عدد الدقائق دي. غير ان هو عمل منه وحش في المراوغات، خلاه يعمل 60% مراوغات صحيحه من المراوغات بتاعته، ده في الدوري الانجليزي. يعني انا بكلمك عن اقوى دوري في العالم. انت عارف يعني ايه 60%؟ يعني كل ما بيحاول يعدي 10 مرات هو بينجح في 6. فانت متخيل لو في الماتش الواحد قدر يتحط في 1 على 1 10 مرات هو ينجح في 6 ويعمل لك خطوره. فلا سانشو في حته تاني. ده انا بكلمك ده بقى في سانشو. فتخيل سانشو وجاكسون وبالمر وانزو فرنانديز وكاسادو، كل اللعيبه دي كانت عامله ازاي السنه اللي فاتت. وماريسكا بعد ما جاب الفرشه بتاعته ولمعهم وهيئهم وظبطهم خلوهم بقى فرقه مرعبه. تشيلسي هي المركز الثاني في الدوري الانجليزي، وتشيلسي هتخنق على ليفربول جامد. واقول لك حاجه، تشيلسي لو ركبت الدوري معاها ماديات محترمه هتدعم في يناير، هتكسر الدنيا وهتخطف من ليفربول الدوري. ولكن لسه انا عند رايي، وليفربول هو بطل الدوري الانجليزي ومحمد صلاح هو احسن لاعب في افريقيا السنه دي. نروح بقى على ماتش ارسنال وايفرتون اللي انتهى بالتعادل. بقول لك ايه، هم اصلا فرقه هتفضل طول عمرها كده. اصل احنا بنبني في الفرقه، اصل احنا بنحاول، اصل احنا لسه بنملي سكاوت محترم، اصل احنا بنجيب صفقات، اصل ايه يا عم ده؟ يا عم ده الدوري ده انتوا فرق 4 نقط عن تشيلسي، تمام، وخاسرين كل النقط دي وما كسبتوش اخر ماتشات من اللعب مفتوح كلها من الكورنرات، تمام. يا عم اقفل الفيديو، اقفل دي فرقه مقرفه ولا عمرها ولا هتكسب ولا دوري ولا كاس ولا اي حاجه. هنقل بقى على الدوري الاسباني واروح لهانز فليك اللي فعلا عامل اداء يعني مزري في اخر الماتشات وفقد نقط كتيره جدا. وهانز فليك ما بقاش مرشح للدوري لان هو خلاص الريال فاضل لها ماتشين واتلتيكو فاضل لها ماتش وهم متساويين معاك في عدد النقط، ولو كسبوا الماتشات دي هيطلعوا فوق وهم الاثنين هيقعدوا يدبوا في بعض وانت هتقعد تنقط، فاهمني، وخلصانه. ده انا قلت انت هتكسب ليجانيس عشان تروح قدام اتلتيكو وهيبقى ماتش جامد، لكن للاسف انت رحت خسرت من ليجانيس.
كل التحيه والتقدير لمدرب ليجنس والمدافعين بتوع ليجنس اللي قدروا يبقى حائط صد لفريق برشلونه. ولكن انت هتقعد لحد امتى يا ليفا تضيع اجوان؟ يعني بتعمل كل حاجه في الكوره، في كوره جابها وهي كده نازله من فوق راح بيستلمها ومحتوي الكوره وراح حطها، بس حطها زي الزفت في نص الجون. مفيش كوره بتحط في نص الجون بالطريقه دي. فبرشلونه هتفضل كده لحد امتى؟ السلوك بتاع مدافعين برشلونه هيفضل كده لحد امتى؟ انت عودتهم على حاجه واحده، احنا بنلعب على مسطره التسلل، لازم كلنا نتقدم. لكن اللعيبه في التدخلات وفي الشد والجذب وان هو يضايق على المهاجم الحركه بتاعته، ما بقاش موجود الكلام ده. ده بقى يا اما يعملوا عليك بلن، يا اما يغلطوا، يا اما يكسر. حتى بمسطره التسلل ما بقتش بقت تتكسر عادي جدا، ما بقتش زي الاول معاك. فانت باي منطق هتكسب الدوري وانت عمال يعني تفقد نقط من فرق يعني مستواها عمرها ما يجيبك. بس انا اقول لك حاجه، اتلتيكو هتدي برشلونه علقه كوره عمرها ما تحلم بيها. هتخلي برشلونه السلك يلمس عندها، وهتخلي هانزي فليك يبتدي يفنط ورقه مره تاني ويفكر في مسيره التسلل دي مره واثنين وثلاثه وعشرة، وهتشوف. انا قرب يجيلي الضغط من ريال مدريد خلاص. يعني ايه برشلونه عماله تنقط وبرشلونه عماله تفقد نقط كتير وانت تروح تتعادل مع ريال فايكانو؟ يا باشا طب ما انت رايح الملعب ده عارف ان الملعب ده جوه حي، وان الكره بتاعت فالفيردي لسه مأثره على الجيران من ساعه ما شاطها وجت في البلكونه. لا فالفيردي راح قال لهم لا المره دي انا مش هنشل في البلكونه، انا هنشل واحط جول. طب ما تقرب فالفيردي من منطقه الزون 14 شويه ولا من منطقه التسديد عشان يبتدي يشوط كتير ويحل لك الازمات دي. لكن ازاي بقى انا افتكس بقى؟ لازم افتكس، لازم انشيلوتي يفتكس. فهو افتكس مننا، راحت فرقه زي دي تعادلت معانا 3-3. صباح الفل. الحسن الوحيد من الماتش ده ان رودريجو بدأ يتنفس مره تاني ويقول لك انا بدأت اجيب شويه من مستواي. كل اللعيبه الهجوميه دي ومش قادر تعمل شكل هجومي تروح تجيب جون واثنين وثلاثه وخمسه. بس شكل امبابي مأثر معاك انه ما لعبش. انا حاسس ان امبابي لما بيغيب انت هتتأثر نفسيا. بس كده كده انا يعني كل اللي انا عايز اقوله لك ان انت يا حبيب قلبي تكسب مؤجلات، تتصدر الدوري، ومش برشلونه اللي هتضايق الدنيا عليك، لا ده برشلونه وسيميوني بجريزمان بالكتيبه بتاعتهم. فانت لو قعدت تهدر في نقط كتير ووصلت في دوري الابطال ورحت للدور اللي بعد كده وركزت في الابطال، فصباحك فل هتخسر الدوري، انا واثق منك. وده شكله دوري اتلتيكو، انا حاسس ان الدوري ده بتاع اتلتيكو ولا بتاع الريال ولا بتاع برشلونه. فهنشوف بقى ريال مدريد وانشيلوتي مخبيين لنا ايه في اخر السيزون. شكلها كده موسم صفري. ننهي بذا بيست، راحت للي يستحقها، راحت للافضل في العالم. طب انت عارف الجائزه دي ايه الفرق ما بينها وبين البالون دور؟ البالون دور بيتم تصويتها 100% من صحفيين، 100 صحفي بيتم اختيارهم. طب فين المعايير بتاع الصحفيين دي؟ الصحفي ده معاه شهادات في الكوره، معاه يعني معاه كورسات في الكوره، دارس ايه عشان هو يقيم اللعيبه؟ ف100 صحفي. فانا مش معتمدها الجائزه دي، وما اعتمدتهاش من فترات كبيره، من ايام ما ميسي كان بياخدها وهو اصلا ما بيحققش بطولات في الموسم ده. ولكن جائزه ذا بيست بقى بتتم 25% صحفيين، 25% كباتن منتخبات، 25% مدربين منتخبات، و25% من الجمهور. وده العامل الاساسي، الجمهور اللي بيشوف بعينه صح، الجمهور اللي فعلا بيختار بناء على اللي شافه، بناء على اللي بيمتعه. مين اللي بيمتعني؟ فينيسيوس اكتر واحد بيمتعني، فينيسيوس اكتر واحد فتاك، فينيسيوس اكتر واحد في موقف واحد على واحد يقدر يمتعك، فينيسيوس اكتر واحد فعال في اي موقف انت ممكن تحطه فيه. ففينيسيوس اللي خد دوري ابطال اوروبا وخد الدوري الاسباني وكسر الدنيا مع ريال مدريد. رودري خد بطولة اليورو مع اسبانيا، وخد البريمير ليج مع مستر جوارديولا. ولكن ده ما كانش يديله الاحقيه ان هو ياخد كمان السبيست ولا ياخد البالون دور، لان هو فينيسيوس بس اللي يستحقها. الجائزه الثانيه احسن حارس في العالم. لحد امتى مارتينيز ده هيفضل ياخدها؟ يا اخي على ابو الانفراد اللي انت صديته ده ما كانش انفراد يا اخي. يا باشا تعالى بقى اقيم لك السنه اللي فاتت اللي هو خدها، خد كوبا امريكا، وبعدين بعد كوبا امريكا خدت حاجه تاني؟ لا ما خدش حاجه تاني. طب وبالنسبه بقى لون اللي هو خد يعني الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا وكان قاعد حارس احتياطي ولما نزل اساسي كسر الدنيا. طب ادرسون اللي خد الدوري الانجليزي. فبأي منطق اللي انت تقول انا خدت الكوبا امريكا وصديت تصدي من 2022، خلاص الجوائز لسه بتتوزع بتاعته لحد دلوقتي وياخد ذا بيست؟ تمام. طيب جايزة بقى ايه احسن هدف؟
كان جرناتشو من الاجوان الحلوه، لعيب لسه صغير في مانشستر يونايتد في دوري انجليزي، فانا ما عنديش تقييم على الجون ده، تمام. فالجون ده عادي مفيش فيه اي مشكله، ولكن انا تعقيب على احسن مدرب في العالم. ادوها لمستر كارلو انشيلوتي. انا مدريدي وبقول لك ما يستحقهاش، لان هو ما عندوش تاكتكس، ما عندوش فيزيكال في الملعب، ما عندوش وعي تكتيكي، مش مدرب خط، ما بيعرفش يعمل تبديلات تغير له مجريات الماتش، مره واحده اللي عملها بتاعت الفم حاجه، لكن غير كده هو ما عندوش. هو بيمسك اللبان يقعد ياكل، وزي ما تيجي تيجي، صباح الفل مساء الخير. لكن اللي كان يستحق مين؟ اللي عمل معجزه، تشابي الونسو. تشابي الونسو خد الدوري الالماني، خد كاس المانيا، خد السوبر الالماني، وصل لنهائي الدوري الاوروبي وخسر قدام اتلانتا، تمام. واتلانتا طبعا يعني مش هكلمك بقى عن كاسباريني واللي بيعملوا كاسباريني، بس هو ده اللي عمل طفره، فهو ده اللي يستحقها. لكن انا بجد بجد يعني انا بحيي محمد صلاح ان هو اختار فينيسيوس، برغم ان هما الاثنين يعتبر من الخمس لعيبه اللي بينافسوا بعض مين الاحسن فينا، مين الافضل، مين. فمحمد صلاح اداها للي يستحقها، وفعلا اللي يستحقها كان هو فينيسيوس جونيور. مفيش لعيب في العالم تاني يستحقها غير فينيسيوس جونيور. قول لي لعيب تاني عمل ارقام وعمل اداء زي فينيسيوس جونيور وانا اقول لك ياخدها ويستحقها، لكن مفيش. ورودري اللي قاعد يتكلم لك عن المبادئ والقيم، وانتقد ريال مدريد في ان هي ما راحتش الحفله وفينيسيوس ما راحش الحفله. طب ما انت فين من حفله ذا بيست؟ طب ما انت كان جالك الخبر ان انت مش هتاخد احسن لعيب وما رحتش، بس عشان انت عندك يعني ايه نرجسيه كده في نفسك، فلا خلاص بقى انت اقعد، وخلاص انت خدتها مره وهي طفره، وبعد كده مش هتشمها تاني. اجي بقى للتشكيله، ايميليانو مارتينيز فده ما يستحقهاش، تمام. الباك رايت كارفاخال يستحقها، روديجر يستحقها، ساليبا يستحق، وروبن دياش. الاربع لعيبه دول كانوا في البيك بتاعهم، وفعلا ما كانش في بيك شمال فعلا على العين، عشان كده حطوا ساليبا، لان ساليبا عمل مستويات مع منتخب فرنسا في الامم الاوروبيه، وعمل مستويات جامده قوي مع ارسنال نص الملعب. يعني احلى حاجه عملوها ان هم حطوا كروس وهو معتزل، بس كروس عمل افضل نسخه من ريجيستا في العالم، احلى نسخه شافتها يعني عيني لريجيستا، قادر يحرك فريق بالكامل، هو الدينامو بتاع الفريق. وانا مش فاهم هو اعتزل ليه، هو اعتزل من هنا وجاب لنا هم ولا غم في نص الملعب. فكروس كان يستحقها. بيلينجهام اللي قدر يعني 20 سنه يا جماعه، 20 سنه ومقدر قيمه التيشيرت، 20 سنه وعارف قيمه ريال مدريد، دافع وهاجم وخش مهاجم ويلعب وسط ملعب وخش جناح يمين وجناح شمال، وعمل كل حاجه في الكوره، وبيلعب في مركز غير مركزه، وشايل ريال مدريد على كتفه. رودري يستحق ان هو يبقى ديفندر، وانا لو هختار التشكيله العالميه اللي في حياتي واللي انا شفتها هحط رودري، تمام. ده ما عنديش مشكله فيه، تمام. الخط اللي قدام اليمين يامال، عمل بطوله خرافيه مع اسبانيا، وعمل يعني وشال برشلونه على كتفه، تمام. وهرجع واقول لك لامين يامال يستحق، تمام. فينيسيوس يستحق، هالاند بطل الدوري الانجليزي وعمل مستويات كويسه في دوري ابطال اوروبا، لو كان كمل كان برضو خد الهداف بتاع دوري ابطال اوروبا، وكان خد احسن لاعب في دوري ابطال اوروبا، وكان هياخد البالون دور مبدئيا يعني. فبالنسبه لي التشكيله ما فيهاش مشكله غير ايميليانو مارتينيز، اللي انا مش عارف لو في 2050 على احسن تصدي في 2022 فهو ياخدها برضه عادي جدا. ودي كان ملخص الحلقه بتاعتنا النهارده، واعذروني ان انا مش في افضل مستويات ليا النهارده، لان انا متاثر نفسيا باللي حصل في ماتش الاهلي، وكنت اتمنى ان اشوف الاهلي بيلعب قدام ريال مدريد ويلعب نهائي الانتر كونتيننتال، وكان حلم بالنسبه لي ان انا احلم واقوم الاقي الاهلي كسبان ريال مدريد. فما تنساش بقى تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، وتكتب في كومنت ايه المواضيع اللي انا عايز نتكلم عليها، وباي من غير سلام.